لسه مكملة معاكم بارت 2 اللي قلت لكم فيه ان انا هكلمكم على تفاصيل الماتيريال الخاصة بالاوردر اللي انا جبته من شيري شوب. طبعا انا ابتديت اول حاجة هبتدي لكم في الريل دي عن البيجامات. طبعا البيجامات انا جبت اشكال مختلفة جدا والوان مختلفة، ولكن الماتيريال واحدة، فعشان كده اخترت بيجامة منهم وقلت افتحها واوريكم تفاصيلها بالماتيريال. طبعا احب اول حاجة اكلمكم على الماتيريال الناعمة التحفة دي. اولا ده مش اول تعامل مع شيري شوب، ده تاني تعامل. جبت من عندهم الصيفي كله لجهازي، عشان كده بقول ان اي عروسه بتجهز تسمع الريل ده، او اي بنوته حابه تجيب لبس البيت الشتوي برضو تسمع الريل ده. تعالوا بقى نخش في التفاصيل بتاعه الماتيريال. القماشه ناعمه ولا خفيفه ولا تقيله، تمام، وبتدفي جدا 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 فوق ما اي حد يتخيل. بصوا من جوه عامله ازاي الفينش بتاع البيجامه، تحفه. لا فيه خياطه مش معدولة ولا فتلة زيادة ولا الحاجات دي. الألوان أكتر من رائعة. طبعا أنا نزلت اتفرجت على الشتوي في المحلات وقلت بقى بدل ما أجيبه أونلاين أجيبه وأنزل المحلات. ما كانش الماتيريال أحسن حاجة ولا كمان الأسعار. عايزة أقول لكم إن شيري عامل ديسكاونت أب تو 20%. ده غير كمان بقى بصوا البنطلون بتاع البيجامة عامل إزاي. أنا دايما بحب البيجامات اللي بناطيلها ماسكة شوية من الأنكل عشان تدفي أكتر، فبجد الماتيريال فوق الممتاز. والمكان دوت هو اونلاين بس يستحق التجربه. ما تنسوش هنتكلم في الجزء الثالث، انتظروني على الماتيريال الخاص بالارواب الشتوي. وما تنسوش لو عجبكم الايه الريل لايك وكومنت عشان تشجعوني وتسمعوا كل جديد مني.